التحاق يوسف بليلي بجزيرة كورسيكا، استئنافه للتدريبات على الانفراد. بيان النادي أجاكسيو حول سبب غياب اللاعب. يوسف بليلي بضعة أيام إضافية في وهران بسبب إصابته على مستوى العضلات الضامة لزارديكتور. تلقى كشوفات وكان يراقب علاج اللاعب وحالته يوميا. اللاعب التحق بالنادي اليوم وتم استقباله من طرف المدرب. يوسف بليلي يواصل العلاج النهائي من الطاقم الطبي للنادي تحضيرا للمباراة القادمة. بعض المرتزقة كان غايتهم الحال أكثر من أجاكسيو. انتقل إلى حجام. مجرد أن ينتهي شهر رمضان سيعود إلى قائمة المباريات مرة أخرى. أنطونيو كومباري مدرب نونت قرر استبعاد الجزائري جون حجام من قائمة الفريق حتى نهاية شهر رمضان. اللاعب الجزائري أصر على الصيام وهو ما رفضه المدرب. كأس فرنسا دور النصف النهائي، نونت أولمبيك ليون انتهى 1-0. ريان شرقي 80 دقيقة لعبها، تسديدتان، الأهداف 0 والتمريرة حاسمة 0. أما حسام عوار لعب 35 دقيقة، 0 هدف، 0 تمريرة حاسمة، 0 تسديدة. حسام عوار يعاني مسكين، نتمنوا له يبدل الفريق. هذا الحقد تاع المدرب تاعه أنه اختار الجزائر. أما مباراة ريال مدريد وبرشلونة كأس الملك انتهت 4-0 فوز الريال. أما تشكيلة ريال مدريد لعبوا 4-3-3 وتشكيلة برشلونة كذلك 4-3-3. لمن هذه الكرة؟ هي لمن بني علق محاولة مدريدية، بني بنزيما. يا إلهي، بعد أن ضيع برشلونة هدفا محققا. يا لكرة القدم وحلاوتها وقسوتها وروعتها. بعد أن كان هدف لبرشلونة تحول على النقيض تماما واختارت أن تكون بيض لمصلحة مودريتش مودريتش خطيرة لكريم والتسديدة والثاني. نعم، ركلة جزاء لريال مدريد. يا له من سيناريو. فينيسيوس جونيور يحصل على ركن مكسوم ويفطر على شباك الخصوم. بنزيما امام تير شتيجن، بنزيما الثالث يا مدريد. النقطة الثانية المدريدية والفرصة للرباعية. مني مع اسينسيو حتى لبنزيما الاتريك. كريم يا كبير، بنزيما اتريك في رجل المباراة هو بنزيما، خذ أعلى نقطة اللي هي 4.5. لعب 89 دقيقة، 3 أهداف، تمريرة حاسمة 1 و5 تسديدات. المرتبة الثانية فينيسيوس جونيور 85 دقيقة، هدف 1، تمريرة حاسمة 1، تسديدة 1. النقاط تبعه 4.4. المرتبة الثانية مع فينيسيوس جونيور اللي هو مودريتش 87 دقيقة، تمريرة حاسمة 1، تسديدة 1، خذ 4.4 مثل فينيسيوس جونيور.